السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل مع بعض النهاردة الزبادي البيتي لسحور رمضان. حاجة كده تحفة وحاجة كده نظيفة. شايفين قوامه وشايفين شكله؟ من معلقتين زبادي بس هتاخديهم خميرة لكمية اللبن اللي هتعمليها، وهيطلع معاكي ناجح جدا وهيطلع معاكي احلى زبادي. كملي بس معايا الفيديو للنهاية ويلا نشوف وصفتنا ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة معايا كيلو لبن حبايبي مغلي، وسبته لما برد كده زي رضعة البيبي كده. ومعايا هنا علبة زبادي هاخد نصها بس، يعني او تجيبي علبة صغيرة. هما معلقتين زبادي بس، دي الخميرة بتاعتي اللي انا هستعملها في الزبادي. هنزل بشوية لبن كده، هو دافي زي ما قلت لكم، زي دمعة العين او رضعة البيبي كده. بالمضرب بقى، وهضرب فيه كده لحد ما اخلي القوام بتاع الزبادي واللبن كريمي كده. اهم حاجة انك تضربي فيه كويس وتنعمي الزبادي في اللبن. وبعد كده هنزل هرجع شوية اللبن تاني في اللبانة على اللبن كله. وبعد كده هضرب برضو فيهم كويس قوي لما اخلط كده او امزج المكونات بتاعتي مع بعضها، الزبادي مع اللبن. بس كده، هو ده الزبادي. هنا بقى معايا الطواجن اللذيذة دي، بتتباع رخيصة جدا في السوق، ب2 جنيه و2 جنيه ونص الطاجن. حاجة كده بصراحة تحفة، وشكلها رقيق كمان جدا، وبتخلي نفس الزبادي حلو قوي زي الزبادي بتاع زمان كده. هفضي بقى هصب اللبن بتاعي في الطواجن دي. بجد رقيقة قوي وشكلها جميل قوي. الطواجن دي تقدري لو ما عندكيش الطواجن دي، هي بتتباع في الاسواق يعني رخيصة جدا يعني. في كوبايات بقى عادي او في بولات صغيرة كده. حاجة نظيفة في البيت كده وموفرة جدا. كيلو اللبن ب18 جنيه، عمل معايا ما شاء الله كمية حلوة قوي. واتبقى كمان هو يعني دول 8 طواجن، والباقي نزلت بيه في المج ده. وطبعا تقدري تقللي الكمية عن كده. يعني ما شاء الله كيلو اللبن ب18 جنيه عمل معايا 9 طواجن، زي ما انتوا شايفينها كده. ولو حابة تقللي الكمية كمان ممكن يجي معاكي 10 أو 11 كمان زي ما انت عاوزة يعني. دلوقتي بنجيب علبة الزبادي اللي انتوا شايفينها دي ب8 جنيه العلبة. شوفوا بقى موفرة قد ايه. الكيلو اللبن موفر جدا معانا. هغطيه بقى بستريتش كده علشان الوش بتاعه برضو، عشان هو ما يلقطش اي ريحة لما يدخل التلاجة يعني، حفاظا له يعني، زي ما بنجيب الزبادي كده مغلف من بره. لو عندك علب بقى من الجاهزة دي، في علب للزبادي بتتباع كده بالغطيان بتاعتها، برضو هتكون كويسة اوي. لكن لو حابة نفس البرام زي كده اعملي، هو كمان لذيذ جدا، شكله حلو قوي، شكله مقطقط ولذيذ كده. بس كده. طبعا معايا ميه سخنه بتغلي اهي في صينيه بقى كده، ورصيته. وهنزل كده بشويه ميه سخنين بيغلوا. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي، كنت مولعه اصلا بعمل فيه حاجه يعني، وبعدين طفيته. يعني هو دافي، الفرن بتاعي دافي. يعني بصي، حاولي لو انت محتاجاه سريع جدا. يعني انا عملته يومها، هنا كنا الظهر وفي السحور كنا اكلناه، كان يتمسك جدا. لما بيكون الفرن دافي بيسرع معاكي عملية التخمير بتاع الزبادي. هنا طلعته من الفرن، شايفين؟ بعد حوالي 5 ساعات كده في الفرن. شايفين لسه ما دخلش التلاجة. ما شاء الله متماسك وناجح جدا. ومعلقتين زبادي بس هي الخميرة اللي اخدتها، مش العلبة كلها ولا اي حاجة. هدخله التلاجة بقى. انا بوريكم برضو، شايفين؟ متماسك ما شاء الله ومظبوط جدا وناجح جدا معايا. شايفين بميله ولسه ما دخلش التلاجة، متماسك جدا. طبعا هفضي المية دي بقى، وبعد كده هدخله التلاجة.
لما بيكون الفرن دافي زي ما قلتلك كده والمية سخنة بتغلي، بتسرعي عملية التخمير بتاع الزبادي وبيتماسك معاكي بسرعة. انا زي ما قلتلكوا عملته الظهر، كنا الظهر في الوقت ده كده، وبعد كده في السحور كنا اكلنا منه، كان بقى كويس جدا واتعمل مظبوط يعني. هرجعه الصينية تاني بقى وهدخله التلاجة. من غير بقى ماكينة الزبادي اللي هي بتتباع جاهزة دي ولا اي حاجة كده، حاجة سهلة وبسيطة خالص اهي، مش صعب خالص الزبادي، بس اهم حاجة تمشي مظبوط على الطريقة، هيطلع معاكي كويس خالص. هنا كان بقى خلاص كان تاني يوم والله، يعني هنا كنت تاني يوم ما صورتش بقى في السحور ولا حاجة. هنا كان تاني يوم صورته معاكم. شايفين ما شاء الله متماسك ازاي؟ شايفين جماله؟ شايفين؟ اظن يعني بصوا عماله يعني ارج في الطاجن اهو، ناجح جدا ومظبوط جدا معايا. بس تمشي على نفس الطريقه بالظبط هيطلع معاكي مظبوط جدا، وحاجه موفره ونضيفه جدا في البيت. زي ما قلت لكم من كيلو لبن ب18 جنيه عملنا 9 طواجن او 9 علب زبادي، وكميتها حلوه قوي ومظبوطه جدا يعني. يعني حجم الطاجن كمان كويس جدا، شايفين ما شاء الله، ومش مش سارد المية بتاعته ولا اي حاجة، مظبوط جدا. طبعا انا كنت بصور وانا صايمة فمينفعش طبعا ايه، رجعت المعلقة تاني مكانها. شايفين الجمال ما شاء الله؟ حاجة كده تحفة، مظبوط جدا، وكمان طعمه كان تحفة جدا يعني. جربي طريقتي، يا رب يكون افدتكم باي معلومة. جربي الطريقة بتاعتي وامشي على المكونات بالظبط، هيطلع معاكي ناجح جدا. شايفين شكله رائع بصراحة، وشكل الطاجن كمان تحفة. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم، ولو عجبتكم وصفتي لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.